ازاي ترندر لقطة زي كده على 3 ماكس والفي راي. السما فيها سحب، والسحب دي ممكن تعمل لها انيميشن من غير ما تستخدم HDRI. هنفعل اول حاجة الانتراكتيف ريندرينج عشان نشوف التعديلات اللي هتتم معانا في المشهد اول باول. وهنيجي هنا هنقول له احنا مش عايزين نشوف ماتيريال، احنا عايزين نشوف لايتنج، تأثير اللايت بس، حاجة بتضيف لك زي الاوفر رايد ماتيريال. وهنيجي كده هنبص من الليفت، طبعا هنا المشهد لسه ما عندناش اي مصدر اضاءة خالص، وهاجي مثلا من الليفت او رايت عايز اضيف الفي راي سان بتاعتي من هنا، وبنضيفها كده. وبيقول لك انت عايز environment map، هقول له اكيد طبعا. وهنرجع لاي كاميرا معانا سي، وهنبص من الكاميرا بتاعتنا، وهنبص هنا خلينا نرجع نفعل اللايتنج. هنبص نلاقي فيه افكت زي الاوفر رايد ماتيريال، احنا مش عايزين نشوف الماتيريالز دلوقتي. وهنبص نلاقي السكاي بتاعه الفي راي، هنروح على الموديفاي وانا ماسك الفي راي سان في البارامترز بتاعتها، وهفعل الكلاودز هخليها اون. وبص معايا هنا ايه اللي هيحصل. بص كده السحب ظهرت، وتقدر من البارامترز دي تتحكم في تفاصيل السحب. عندك مثلا التنستي، كثافة السحب دي عايزها قد ايه. لو مشهد الدنيا مغيمة تماما يوم شتوي كام، فممكن تعملها 1 فبيغيم لك الدنيا، وبالتالي بيأثر على الإضاءة اللي جاية من الشمس. هتبص كده تلاقي المشهد هنا ضلم أكتر. نرجعها 0.5. هنا عندك intensity multiplier برضو بين 1 و5، الكثافة بتاعة السحابة نفسها، يعني السحابة نفسها مظلمة ولا منورة. الفاريتي والسيد دول تقدر تعمل تنوع في المشهد في حركة السحاب. عندك السيريس اماونت، دي السحب بتبقى من طبقتين، في الطبقة اللي هي القريبة اللي بتبقى فيها السحب التقيلة دي، وفي طبقة خفيفة فوق. يعني ممكن لو مثلا جينا عند السيريس اماونت دي وقلنا له احنا عايزين نشوف السحب الخفيفة اللي بتبقى فوق، هنقول له مثلا 1، فهيبدأ يحط لي طبقة السحب الخفيفة دي. في عندك الاوفست، الازاحات في الاكس وفي الواي، وفي عندك الهايت الارتفاع، وفي الثيكنس السمك السحابة نفسها عايزها خفيفة ولا تقيلة. يعني عندك الانيبل كنترولز، دي بتضيف لك اللي هي العادم بتاع الطيارات اللي بيبقى في الجو كده اللي شبه السحب. وطبعا الكلام ده كله تقدر تعمل له انيميشن وتطلع صورة ريال من غير ما تحتاج تضيف HDRI في كل مرة. لو عجبك المحتوى اللي بنقدمه ما تنساش تتابعنا في حكيم ستيشن. سلام.